طبقاً للقرار رقم 2 لسنة 2025 تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شتيمة الجعان ابن الجعان، علشان الشتيمة ما تبقاش عشوائية، بقت محتاجة ترخيص وبشروط. الشرط الأول: العربية. لازم تكون معاك عربية خاصة موديل حديث والإزاز كهرباء. الوسائل اليدوي مش مقبولة. الشرط الثاني: السكن. لازم تكون ساكن في فيلا أو شقة فخرة مستقلة. السكن المشترك لا يؤهلك للشتيمة. الشرط الثالث: الدخل. مفيش رخصة بتطلع لو دخلك أقل من 100,000 جنيه في الشهر. لازم إثبات رسمي من شؤون العاملين. الشرط الرابع: الحالة الأسرية. لازم يكون في استقرار عائلي تام. أي توتر نفسي بيقلل فرصتك في الشتيمة. الشرط الخامس: الرصيد البنكي. ما ينفعش تشتم إلا لو رصيدك فوق 5 مليون. الباقة المميزة بتتفعل بالدولار أو الريال. وأخيراً، قبل استلام الرخصة لازم تحلف اليمين إنك هتشتم في الوقت الصح. دي مش شتيمة، دي مسؤولية. ويمنع استخدام الشتيمة إلا ضد الجعان اللي خان وطلع جبان.